أسهل وأسرع أكلة حلو لجوع آخر الليل. بصراحة كنت قاعدة ومشتهية كتير على أكلة حلو، فخطرت ببالي هالأكلة سريعة وسهلة وكتير لذيذة، ومكوناتها بسيطة وموجودة بكل بيت. تابعوا الفيديو حتى النهاية وشوفوا طريقتي كيف بمساواتها، ولا تنسوني من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول إشي عندي بيضتين حطيتهم بوعاء عندي، وبضيف عليهن ظرف فانيليا ومعلقتين كبار سكر. طبعا السكر حسب الرغبة، بتحسنوا تزيدوا أو تنقصوا حسب رغبتكم. كمان لا تنسوا إنه هي حتنحشى شوكولا وحتنحشى شغلات حلوة يعني، فما في داعي نكتر أكتر من هيك سكر. بخفقن كتير كتير منيح على درجة عالية. لازم البيض عندي يطلع رغوة. كل ما خفقتوه أكتر كل ما بتطلع معكم النتيجة أروع. وهلأ بضيف قدر معلقتين كبار زبدة، بسيحهم وبضيفهم عليهم وبرجع بخفق مرة تانية. ما في عيارات للزبدة، المهم يكونوا معلقتين كبار تليانين وهيك بكفي. بعد ما أخفقهم كتير منيح بضيف الحليب بالتدريج، بضيف أول كاسة وبخفق وبعدين بضيف الكاسة التانية. نحن بدنا نخفق كتير منيح لحتى ما تطلع تكتلات أو برغلة. هي كتير كتير طريقتها سهلة، وحتى إذا ما عندكن خفاق بيمشي الحال بالخفاق اليدوي، بس حاولوا قد ما فيكن تخفقوا كتير منيح. وهلأ أنا خلت قدر كاسة وربع طحين وضفتن. هو الخليط اللي عنا لازم يكون سميك شوي، يعني لا سميك كتير ولا كمان مريء، لازم تكون سماكته وسط يعني. وبرجع بخفق كتير منيح، وبعد ما تخفقوه كتير منيح وتتأكدوا منه بتصفوه بالمنخلة لحتى نتأكد إنه ما في أبدا أي برغلة. وهلأ في عندي مقلاية حميتها ودهنتها بالزبدة، طبعا بالمحرمة مسحتها مسح، ما بدي إياها تكون معلمة أبدا أو فيها كتير زبدة. إذا كان فيها زيت أو زبدة كتير فما بتطلع ظريفة أبدا. ودغري بضيف الكبجاية وبفتلها دغري بهالطريقة هاي. حتى أنا كمان بحب الكريب بالمالح، وإن شاء الله حنزلكن طريقته كتير بسيطة وسهلة بهالكم يوم. بتأكد منها وبحاول من عند الأطراف إني أعملها هيك بالسكين لحتى شوفها إذا استوت. متى ما طلعت معي بسهولة فمعناتها استوت. في عالم بحبوها تاخد لون كتير، وفي عالم بحبوها تضل بيضة يعني. أنا لأ، الصراحة ما بحبها كتير حمرا. وهلأ بقلبها. وحتى إذا ما عرفتوا تقلبوها ما في مشكلة أبدا، لا تقلبوها. حاولوا إنه يكون في عندكن رخامة المجلة نظيفة ودهنوها كمان دهنة زبدة وحطوها دغري على المجلة، هيك لا بتلزق معكن ولا شي. أول ما بتاخد شوية برودة بتصفوهم فوق بعض، لا تحطوهم أبدا فوق بعض وهن سخنين لأنه حيعجنوا ببعض ويلزقوا. ودايما أول وحدة من الكريب بتلزق بالمقلاية أو ما بتزبط، فأصحكن تكبوها خلوها على جنب لحلمكن طريقة تانية بتسووها إذا انشقت أو فرطت معكن وحدة. متى ما أخدت لون عن الأطراف وانشالت بالسكينة بهالطريقة بقلبها، أو خلوها لتحمر شوي لحالها بيستوي من الجنب التاني اللي فوق. وهلأ رح أحشيها. أنا للصراحة هيك أكلة ما بحبها غير بس بالشوكولا والموز. في عالم بتحط نسلة، عالم بتحط قشطة، عالم بتحط فريز كيوي، انتو ورغبتكن كريمة، فكيف بتحبوها بتحسنوا تضيفوا عليها. أنا للصراحة فقت الساعة 12 بالليل ساوية هالأكلة فما كان متواجد عندي غير الموز. وبلفها بهالطريقة هي.
شايفين ولا أسهل من هيك؟ ما شاء الله عجينة طالعة بتاخد العقل. وأنا جهزت صوص الشوكولا لحتى زينه، نفس الشوكولا اللي أنا عم بستخدمها. حطيت على حمام بخار وضفت عليها شوية حليب، حركتهم منيح وصار عندي الصوص ولا أطيب من هيك. أو بتحسنوا تجيبوا الصوصات أناني جاهزة. بس ما عم قلكن سويتها على عجلة ويا سلام شو طلعت طيبة، ما بتتخيلوا قديش. هلأ زاد عندي 3 رغفة تقريبا، رح ساويهم بالطريقة اللي قلتلكن عليها إذا فرطت أو عجنت معكن وحدة. بتلفوها بهالطريقة بقلب بعض وبتقطعوها مثل الفوتوشيني مثل المعكرونة، سماكة وسط، لا رفيعة ولا سميكة. شايفين بهالطريقة تماما. ما في أصعب من شغل هيك أكلات بالصيف بحس الواحد حاله انسلق سلق بالمطبخ. وحتى إن شاء الله قريبا حنزلكن التماري وكعك، يا سلام هديك عالم تاني. فرفدن هيك عن بعض. حطيتهم بالصحن ورح أقطع فوقهم موز. بالمحلات أنا بشوفهم ما بيحطوا فواكه أبدا فوق هاي الطريقة، بس بيحطوا صوص الشوكولا. كل ما دللتوها هالأكلة بالشوكولا كل ما كانت غرام أكتر. وهلأ صار وقت التزيين. صفيتهم هيك وضفت عليهم صوص الشوكولا. يا سلام، بجد هالأكلة خرافية بتطير العقل، وسهلة كتير صبايا ما تاكلوا همّا، ما بدها الشغل أبدا. وهلأ صار وقت الذوق الفقرة المميزة عندي واللي بحبها. يا سلام، ندللها شوية شوكولا وقطعة موز وبسم الله. بجد غرام. إن شاء الله تكونوا حبيتوا طريقتي لليوم، لا تنسوني من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد.